يا مساء الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. باذن الله النهارده هنتعلم ازاي نثبت الكالي لينكس على الفي ام وير. تمام. اول حاجه هنفتح الويب بتاعت كالي لينكس وهنعمل انستول للنسخه. تمام. كده كده انا هسيب لكم اللينكات دي كلها في الديسكربشن، فانت بص على الديسكربشن هتلاقي كل اللينكات. هنخش احنا عندنا في الاول نسختين اللي هي دي ودي. الايمج دي انا اللي بعمل لها كستمايز كلها. الفي ام دي بتيجي جاهزه في كل حاجه، انت بس ما الا انك بتدوس ستارت، بس بتثبتها وتدوس ستارت. طب احنا النهارده هنشتغل ايه؟ هنشتغل على الايمج. طيب هندوس على الايمج وهنيجي كده عند انستول. هندوس هنا تنزل عادي جدا. بعد كده هنا هنيجي على الفي ام. تمام، برضو هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. هتيجي هنا كده تدوس على داونلود، وبعد كده تدوس على ويندوز او ايا كان نوع الجهاز بتاعك، بعد كده هتلاقيه نزل عادي جدا. طب بعد ما ده ينزل وده ينزل، هتيجي على الفي ام، هتدوس نيكست 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 لغايه لما ينزل معاك وخلاص كده. بعد كده هتيجي هنا كده، ده شكل الفي ام. تمام، هنفتحه. وبعد كده هنيجي على ايه؟ نيو في الاول احنا هنكتب اسم الاسم اللي هو هيبقى من هنا ده كده. تمام. هنسميها مثلا تيست تي. تيست تي. تمام. بعد كده هنا في الفولدر ده المكان اللي هي المفروض الفايلات بتاعت الايه الفي ام هتنزل فيه. طب انا مثلا عامل الفولدر ده كده مسميه كالي، وهعمل سيلكت. تمام. كده الفايلات هتنزل في الدي في الفولدر اللي اسمه كالي. بعد كده هنا الايمج ده هختار النسخة اللي انا كنت لسه منزلها. تمام، انا اخر نسخة كنت منزلها اهي. تمام، ممكن تظهر معاك على شكل سي دي، وده صح جدا عادي، ما فيهاش مشكله. المهم هتلاقيها نازله معاك، هتلاقيها في المكان اللي انت منزله فيها. هتدوس عليها كده، دوس، وبعد كده تروح دايس اوبن. بعد كده هتيجي هنا على التايب، هو كده كده هيبقى لينكس. تمام. بعد كده هتيجي هنا على السب تايب، هتخليه ايه؟ هتخليه ديبيان. طيب فين ديبيان؟ ديبيان اهو ديبيان. بعد كده تيجي هنا، مش هتسيبها فاضيه. وبعد كده هنا على الهاردوير. الهاردوير ده اللي هي الجهاز بتاعك. انا دلوقتي عندي 32 جيجا رام، ماشي، وعندي عدد كور معين. فانا هنا بحدد مثلا هدي للفي ام دي 10 جيجا رام. لو انا الجهاز بتاعي 16، يستحسن يبقى ايه 8 و8. 10 تديله هنا 10. تمام، يعني يستحسن. وهو هنا مثلا في الابلكيشن مديك ريكومنديشن ان انت ايه على الحدود الخضراء دي. يعني انا مثلا ممكن ادي للفي ام 24. لا انا عايز اديها كام؟ انا عايز اديها 10. طب وهديها كام كور؟ مثلا هديها مثلا 6. بعد كده هاجي هنا على الهارد. هو هنا مثلا بتبقى كام؟ بتبقى ديفولت 20. لا انا مش عايزها 20، انا مثلا هديله كام؟ 25 مثلا. تمام. خمسة وكام؟ 25. طيب انا هنا بحدد المساحة على اساس ايه؟ على حسب شغلي. انا هنا عايزها مثلا لتست، وهشرح عليها الكراش كورس ده بتاع كالي لينكس والكوماند والكلام ده كله. فانا مش هحتاجها غير 25 جيجا، لان بعد كده هدلتها. طب لو جينا مثلا حاجة أنا هثبت عليها شغلي وخلاص، دي تبقى حاجة أساسية والكلام ده، اديها من 50 ل 80 جيجا، أو على حسب المساحة المتوفرة عندك. تمام. أنا عندي مثلا الفي ام 200 دول أنا بستعملهم على طول، فأنا مديهم مساحة وفيرة يعني. تمام. أنا هنا بعد ما أديها 25 هديها إيه؟ فينيش. طيب أنا هنا كده مثلا هطلعها، مثلا أحطها هنا. قبل ما أشغلها هاجي على السيتنج بتاعتها، هظبط شوية حاجات في السيتنج. تمام. هاجي هنا كده على السيستم. تمام، هنسيبها كده، ده الكلام ده كده زي ما هو. الديسبلاي هخلي هنا كده دي كام؟ 128. تمام، هخليها هنا كده كام؟ 128. تمام. طب والستورج هسيبها كده كده زي ما هي. الساوند هسيبه زي ما هو. هاجي هنا كده على النتورك دي، بدل ما هي تبقى نات اخليها بريدج. تمام. طيب بعد كده هنا تمام. ده هنا برضو هسيبها زي ما هي. هسيبها زي ما هي. تمام. بس ودي كده، دي كده يعني يعتبر احسن اعدادات لايه؟ لل للفي ام يعني. بعد كده تدوس اوك. بعد كده هتدوس ايه؟ ستارت. هسيبها تفتح معايا عادي جدا براحتها. وطبعا السرعة، التنزيل، الكلام ده كله طبعا بيعتمد على إمكانيات الجهاز بتاعتك، المساحة الفاضية، الكلام ده كله، سرعة النت طبعا. كل ده طبعا بيعتمد عليه عملية التنزيل. هي فتحت، هدوس ايه؟ انتر.
نكبر كده. اول حاجه اللغه هسيبها زي ما هي انجلش. بعد كده تاني حاجه هسيبها زي ما هي يونايتد ستيتس. بعد كده برضه هسيبها زي ما هي امريكا. طبعا انا بدوس انتر. طيب الهوست نيم هسيبه زي ما هو كيلي. بدوس انتر. بعد كده الدومين نيم هسيبه زي ما هعمله كيلي برضه. بعد كده اليوزر نيم بتاعي اللي انا هدخل بيه مثلا هسميه فادي. طيب اليوزر نيم فور يور اكونت برضه هسيبه فادي. بعد كده الباسورد برضه هعملها فادي. وبعد كده هاجي هنا مثلا لازم اكتب باسورد تاني فادي. انا بحطها اي حاجه، الباسورد بحطه زي ما انا عايز واليوزر بحطه زي ما أنا عايز. طيب هو هنا بيسألني على ايه، على توزيعة ال- الهارد ديسك. طيب انا هعمل ايه في توزيعة الهارد ديسك؟ توزيعة الهارد ديسك هسيبها زي ما هي على ايه، على اول واحدة. تمام، وادوس ايه انتر. وبرضه هدوس تاني ايه انتر. طيب وهنا برضه احسن اختيار اللي هو انتر، اول واحدة. طيب وبعد كده هنا احسن اختيار اللي هو هيبقى زي ما هي فينيش انتر. تمام. طيب بعد كده هو هنا هيكون احسن اختيار ليا اللي هو هيكون يس. تمام انتر. طيب الحمد لله خلصت على ألف خير. بعد كده بيقول لك هنا هنخليها يس، يعني الكالي هيقوم ازاي. هنخليها يس زي ما هي وندوس انتر. بعد كده هنا هنخليها تانية واحدة وندوس انتر. بعد كده هندوس continue. انتر. كده كالي اشتغل معانا عادي جدا. تمام. وهنكتب اليوزر والباسورد اللي احنا كنا لسه كاتبينهم. فادي وفادي انتر. وكده كالي اشتغل معانا عادي جدا. تمام. ممكن الفيو هنا نخليه مثلا كده. ثانية واحدة. طب خليها كده فول برضو. فيو. طيب نحاول تاني. طيب اهو لا، مش كده. مش كده، انت ايه اللي انت عملته ده؟ مش كده خالص. طيب عامة هنبقى نحل المشكلة دي، بس كده احنا كده اشتغل معانا عادي جدا. وأول ما نفتحه هنيجي هنا كده هنديله الأوامر بتاعتنا عادي جدا، هنلاقيه اشتغل معانا عادي جدا. تمام. واستنونا بقى في الفيديوهات الجاية بإذن الله في
في كراش كورس لكالي لينكس، أهم الكوماند المستخدمة والكلام ده كله. فبإذن الله بإذن الله بإذن الله تستفادوا. يلا سلام، واستنونا في فيديوهات تاني.